لو جالك عيان عنده جرح هنا هو خرم صغير بسبب طعنه جت من ازازه، جت من سكينه، جت من كازلك، من اي حاجه في بطن ايده عند الرينج فينجر هنا هو. جيت عملت له فورمال اكزامينيشن، لقيت ان هو بيقدر يتني كل صوابعه الحمد لله. وجيت عند الرينج فينجر اللي هو فيه المشكله الاساسيه، لقيته بيحركه زي الفل. اختبرت الدي اي بي البي اي بي، لقيته بيتني كل واحد لوحده وكل صباع لوحده. طيب دلوقتي الراجل ده تعمل له اكسبلوريشن ولا لا؟ هديك هنت صغيره. الراجل ده كان فيه شويه بين اجينست ريزيستنت لما يجي يتني العقله. اجينست ريزيستنت وانت دايس عليه كده اهوت شويه بيتوجع، ولما جيت تتني الصابع لوحده واجينست ريزيستنت برضه في بين. انا كده غششتك الاجابه. المفروض تعمله فورمال اكسبريشن، لانك لو ما عملتلوش فورمال اكسبريشن وجيت خيطت له الغرزه دي وقلت لا بيحركهم عادي اهو وانا هوفر عليه الفلوس، الحقيقه ان هتحصل مشكله كبيره. العيان ده مع اقرب شنطه يجي يشيلها وهو رايح يودي الزباله او رايح يجيب طلبات بتاعه البيت، هيطرقع الصباع ده ويفرد، مش هيكون سبب لا الزباله ولا طلبات البيت. امال حضرتك لانك انت وفرت عليه بحسب طريقتك، انك انت ما حبيتش تمشي بفورمال اكسبلوريشن وبقى ميزد اكسبلوريشن وعنده قطع. امال كان بيحركهم ازاي يا دكتور بشوي وهو كان في الاكزامينيشن معاك؟ الفكره كلها ان لما بيحصل قطع بيبقى فيه هيماتوما اللي احنا بندور عليها وقت الاكسبلوريشن. الهيماتوما دي ممكن تعلق الوترين ببعض لدرجه انك انت وانت بتعمل اكزامينيشن يحركوا عادي. اه طبعا وبتحصل وهتحصل، وخلي بالك ما تحصلش معاك. فاي بنتريتنج انجري مهم جدا نعملها فورمال اكسبلوريشن، لان negative exploration safer than missed exploration.